السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي وهنكمل الكورس بتاع النود جي اس بالعربي. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على ازاي نعمل الراوتس بتاعتنا للنودز ابلكيشن، وعملنا الراوت اللي بيخلينا نعمل نود جديدة، عملنا الراوت اللي بيخلينا نشوف كل النودز، وعملنا الراوت اللي بيمسح كل النودز. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على ازاي نقدر نغير الداتا ستورج بتاعنا، وبدل ما نستعمل الميموري ستورج نقدر ان احنا نستعمل الفايلز على السيستم، علشان خاطر بنحاول نحل المشكلة بتاعت لما السيستم بيتعمل له ريستارت كل الداتا بتاعتنا بتروح. فالطريقة بتاعتنا هي ان احنا علشان احنا كنا مقسمين البروجكتس بتاعنا كويس، عندنا هنا الراوتس منفصل عن السيرفيس، فالمكان الوحيد اللي احنا هنحتاج نغير فيه هو السيرفيس. فزي ما احنا شايفين هنا ان احنا كنا الاول بنقول بنعرف النوتس اوبجكت بتاعنا او بنعرف النوتس فاريبل بتاعنا ان هو array، وبعد كده بنبتدي نتعامل مع الاري ده، نزود للاري ونرجع الاري ونمسح الحاجات اللي موجودة. المرة دي هنبتدي بدل ما هنخلي الاري بينيشالايز فاضي، اللي هنعمله ان احنا هنيجي هنا ونعمل فولدر جديد نسميه data، وجوه الفولدر ده ممكن نعمل فايل نسميه notes.json. الجيسون فايل هو فايل هنقدر نسيف فيه الداتا بتاعتنا بالجيسون ريبريزنتيشن، وممكن هنا نحط جواه اول نوت عندنا، بحيث ان اول ما السيرفر ما يلود يبقى عندنا اول نوت. فممكن نكتب هنا first note، وهو باختصار هو array فاضي ما فيهوش حاجة غير element واحد، والelement هو string ومكتوب جواها first note. ازاي بقى نقدر ان احنا نلود الفايل ده؟ علشان نقدر نلود الفايل محتاجين باكج جميلة جدا موجودة اوريدي مع النود جي اس، مش محتاجين ان احنا نعمل لها انستول. هي اسمها اف اس او الفايل سيستم. هو باكج او هي باكج بتقدر تساعدنا ان احنا نقدر نقرا ملفات من على السيستم، ونقدر نسيف ملفات للسيستم. ففي الحالة دي احنا الاول هنحتاج ان احنا نقدر نقرا الملف من على السيستم. فهنا كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نعمل fs بيساوي الريكواير للباكج اللي هي اسمها fs. بعد ما نعمل import للfs اللي هو الفايل سيستم، هنعمل import للباث باكج، وده باكج هيساعدنا ان احنا نوصل للفايل بتاعنا على السيستم برضو. وبعد كده هنعرف الفايل بتاعنا نسميه notes file، ونقول ان هو الpath.join ال__ directory name ده global variable موجود بيبقى محطوط فيه ال current directory name، وبعد كده نزود عليه الفايل بتاعنا. فاحنا لو بصينا على directories هنلاقي ان احنا جوه services، وبعد كده من services عايزين نطلع بره services الاول، فنعمل // وبعد كده عايزين نطلع بره النوتس فواحدة كمان up، وبعد كده بعديها نخش الداتا فولدر، وبعد كده بعديها نروح للnotes.json فايل بتاعنا. وبعدين هنا نقدر نقول ان هو النوتس داتا بتساوي fs.read الفايل سينك. والفايل سينك بكل اختصار ان هو بيلود الفايل بتاعي في synchronized manner، يعني ده معناه ان هو هيلود الفايل ومش هيروح للسطر اللي بعديه غير لما يبقى الداتا بتاعت الفايل دي موجودة عندي. بعد كده هنديله النوتس فايل، وبعدين نجرب هنا نعمل console.log للنوتس داتا، نقول هنا نوتس داتا فايل، وبعدين نعمل save. هنلاقي ان الحاجة بتاعتنا اتعمل لها لود، وبعدين لو بصينا هنا هنلاقي ان هو بيجيبه في هيئة بفر. احنا في الحالة دي محتاجينه كسترينج، ممكن نجرب التو سترينج، وهنلاقي ان هو جاب لنا الداتا في هيئة السترينج. ففي الحالة دي لو احنا معانا السترينج، كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نستخدم ال json.parse ال notes data to string، وبكده هيبقى عندنا النوتس محطوط فيها الداتا اللي موجودة في الفايل. فلو عملنا سيف وبعدين رحنا البوستمان عشان نجرب ان هو فعلا اول ما بيلود السيرفر بيبقى فيه الداتا موجودة، ونروح للجيت نوتس ونعمل send،
هنلاقي هنا ان هو بعت لنا النوتس وحط فيها الفيرست نوت. ولو جينا تاني هنا وقمنا مزودين second نوت وعملنا سيف ورحنا تاني للجيت نوتس، هنلاقي ان هو برضو جابه لنا وحطه في الريسبونس. ولو جربنا بقى ان احنا نزود حاجة دلوقتي للكرييت نوت ونقول مثلا نوت 3 ونبعت، هنلاقي ان هو عندنا نوت 1 و 2 و 3. ولو رحنا تاني للجيت نوتس هنلاقي ان النوت 3 اتزودت. طيب الكلام ده جميل جدا، بس المشكلة دلوقتي عندنا ان احنا اول ما السيرفر هيعمل ريستارت هنلاقي ان مفيش غير نوت 1 ونوت 2. فلو جربنا عملنا سيف هنا علشان خاطر يرستارت السيرفر ورحنا للجيت نوتس هنلاقي ان الجيت نوت التالتة او النوت التالتة اللي احنا حطيناها اتشالت. علشان نحل الموضوع ده كل اللي احنا محتاجين نعمله هو احنا نرجع للنوت سيرفيس، وبعد كده بعديها هنا لما نيجي نعمل اد نوت محتاجين ان احنا نابديت الفايل بتاعنا ونسيف الداتا في الفايل. فاول حاجه هنعمل ان احنا نزودها للاري بتاعنا علشان خاطر نقدر نرجعها هنا، وتاني حاجه ان احنا محتاجين نسيفها للفايل علشان خاطر لما السيرفر يرستارت يقدر ان هو يعمل لود للنوتس اللي كانت اخر حاجه موجوده فيها قبل ما السيرفر ما يقف. فلو عملنا هنا علشان نعمل سيف للفايل كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نستخدم الاف اس تاني ونعمل رايت فايل سينك نفس الكلام، واحنا اوريدي عندنا الباث بتاعنا في الفايل نوتس. وبعدين هنا لو بصينا على الفانكشن سيجنتشر هنلاقي ان هو بتاخد اول حاجه هو الفايل نفسه اللي احنا هنسيف فيه اللي هو حطيناه النوتس فايل، وتاني حاجه هي السترينج الداتا بتاعتنا او array buffer view. احنا في الحاله دي هنبقى عايزينها كسترينج، فنقدر نستعمل الجيسون دوت stringify ونديله النوتس اوبجكت بتاعنا وبعد كده نعمل سيف. هنا تاني هنلاقي ان السيرفر بتاعنا عمل ريستارت. اول ما نروح للجيت نوتس مش هنلاقي غير نوت 1 ونوت 2. وبعد كده لو رحنا للكرييت نوتس ونقول هنا نوت 3 ونعمل سيف هنلاقي ان هو هنا حط عندي نوت 1 ونوت 2 ونوت 3. ده كان باختصار ازاي ان احنا نتعامل مع الملفات على السيستم، ازاي نعمل عندنا فايل ونعمل له import، وازاي ان احنا ناخد الداتا اللي موجودة عنده ونحطها في variables عندنا، وبعد كده ازاي نسيف فايلات موجودة عندنا. ده كان النوع التاني من الداتا ستورج اللي هو الفايل سيستم. النوع الجاي ان شاء الله نتكلم عليه هو الداتابيز. بس قبل ما نبتدي في الانتجريشن بتاعها برضو في النوتس بتاعنا هنبتدي شوية نكبر البروجكت بحيث ان احنا يبقى عندنا اوبجكت كومبلكس اكبر من النوتس، ونبتدي نشرح الفرق ما بين انواع الداتابيز المختلفة، وبعد كده ان شاء الله نبتدي ندخل الداتابيز انتجريشن معانا في الابليكيشن. قولوا لي لو عندكم اي اسئلة او اقتراحات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة.